حبايب قلبي اللي وحشاني، يا رب تكونوا كويسين. تعالوا بقى كده نصلي على النبي في الكومنتات، وتعالوا اقول لكم انا حصل لي ايه. طبعا انا عندي شباك قديم وكده متركب عندي في اوضه الصالون. عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، والله يعني الحمد لله الحمد لله يعني. اللي انا شفت الحاجه اللي دخلت عندي دي، طبعا يعني دخلت عندي حشرات، ومن ضمنهم حشره غريبه جدا. انا مش عارفه الحشره دي ايه بالظبط، بس انا ما اكتشفتش ان هي دخلت عندي من الشباك ده الا لما شفتها، يعني الا لما انا شفت عندي الشباك في زي ازاز عندي مكسور وكده. هو الشباك طبعا عندي شبابيك قديمه، فعندي في حشرة دخلت غريبة جدا. انا مش عارفة الحشرة دي ايه، هتشوفوها في اخر الفيديو. بس يا بنات انا مش عارفة هل يا ترى الحشرة دي سامة جدا جدا جدا، سامة بطريقة رهيبة. طبعا انا خفت بدرجة ان انا مبقتش عارفة اطلعها ازاي ولا اعمل ايه. فالمهم يا بنات خليت ابو معاذ هو اللي يطلعها لي. طبعا انا حمدت ربنا طبعا اللي ما حصلش اي حاجه للعيال، وبالذات عندي كمان الواد الصغير بيحب يزحف يعني وكده. فطبعا انتوا عارفين الاطفال لما بتزحف يعني اي حاجه ساعات ممكن تاكلها، فالحمد لله الحمد لله ما حصلش اي حاجه. وانا كمان يعني بروق على طول ايدي على طول في الشقه. فالحمد لله اللي انا شفتها يعني ورا البوفيه. انا يعني زقيت البوفيه كده لقيتها وراه. الحمد لله يا رب اللي ما حصلش حاجه، ومحدش من العيال خدها او الواد الصغير كلها، الحمد لله. طبعا هي الحشره دي سامه جدا جدا، واذا كان قدر الله يعني كان حصل له حاجه في وقتها لو كان هو خدها وحطها في بقه. بس الحمد لله انا لحقت الموقف يعني، وخليت ابو معاذ. طبعا هوريكم كمان الشباك. قلت له بص الشباك طبعا ازاز طالما مكسور والشيش مقفول مهما كان برضو ازاي تدخل انا ما اعرفش، مع ان انا عامله الشيش بره زي بلاستيك كده زي المشمع، قافله بيه الشيش خالص. بس برضو تقولي لي ازاي دخلت، اقول لكم والله ما اعرف. بس الحمد لله اللي انا شفتها. ايوه صح فعلا ممكن تقطع يعني المشمع. معاذ بيقول لي يا ماما ممكن تكون قطعت المشمع من بره ودخلت. بس والله يا بنات الحمد لله والله اللي انا لحقتها، والحمد لله انا مسكتها، برغم ان اصلا الحشره دي بتنط يعني بتنط كده ما بتمشيش وخلاص، لا هي ساعات بتمشي واي حد يجي مثلا يموتها تلاقيها تنط في وشه. بس الحمد لله يعني الحمد لله ابو معاذ يعني لحقها و... ايوه فعلا لو لمست اي حد بتسممه. بس يا بنات عايزه اقول لكم على حاجه. عندي وليها بصوا ليها رجول كتير قوي، يعني اعوذ بالله يا رب ربنا يبعد عننا. ايوه فمهم يا بنات ايوه ليها رجول كتير. ابو معاذ بقى عمل ايه، نزل بقى طبعا الشباك وقال لي لا بص الحل بقى اللي احنا الازاز المكسور ده نكمل بقيته، يعني نشيل الباقي بتاع الازاز الضرفه يعني هما ضرفتين بس عندي. وقال لي طبعا الحر كمان داخل علينا اكتر من كده، فالواحد مش هيبقى اصلا قادر اللي هو يقفل شباك، وبجد منظرها مقرف جدا جدا. المهم دلوقتي ابو معاذ بقى عمل ايه، نزل الشبابيك ديت وقال لي انا هجيب واحد. جاب واحد يشوف له يعني ويركب سلك وكده. قال له هاخد منك 300 جنيه. قال له ليه؟ ده سلك يعني مش هيكلفك ولا اي حاجه خالص، ومسامير الشيشه هتظبطه يعني. قال له لا ومش لا، هو 300 وصنعة ايدي، ما رضيتش اقول لك 400 ولا 500. قال له يا عم ده شباك صغير. قال له لا. المهم ابو معاذ قال له خلاص تمام ماشي ان شاء الله هبقى اجيب لك السلك قال له هبقى اجيب لك السلك انا وايه، وانا اللي هعمله ولو كده هتصل بيك. طبعا بصراحه ما اكدبش عليكم ابو معاذ جاب السلك وكل حاجه، وطبعا جاب السلك اللي هو الضيق خالص اللي ما يدخلش حتى يعني ايه نمل حتى. طبعا يا بنات والله حتى الصناعيه بيستغلوا الموقف، بيستغلوا طبعا ان ممكن واحد ما يكونش معاه كده يعني. بس الحمد لله دلوقتي ابو معاذ بقى خد السلك دوت وكسر بقيه الازاز
تمام. ودخل مطرح الازاز، حط السلك نفسه، يعني طبقه بالتطبيقه دي زي الازاز بالظبط كده، ودخله في الايه، في المجرى بتاعه الازاز. انتوا فاهميني ازاي؟ اللي هي المجرى دي الازازه اللي بيتحشر فيها عشان يثبت. ايوه يثبت، صح كده. طبعا كده انا خلاص خلصت. شايفين الشباك قد ايه؟ طبعا كان الراجل هيمسمره على الشباك كده من بره، يعني ابو معاذ دخلها لي مطرح الازاز بالظبط. طبعا كده خلاص اتقفل تقفيل تمام التمام. طبعا انا عندي حاجات لسه يعني، بس الحمد لله.